السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده الجزء الاخير في تركيب الشنطه. النهارده ان شاء الله هنبدا نركبها. احنا طبعا خلصناها، انا نزلت فيديوهات بالحبل ده وبايد الشنطه الحلزوني. النهارده ان شاء الله هنركب الشنطه. طبعا اتمنى منكم تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، واي حاجه في الكومنتات مش عاجباكم بلغوني بيها، قولوا لي رايكم في الشنطه بعد ما تخلص، اسمع ارائكم ان شاء الله كده. يلا بينا نبتدي نخلصها. طبعا الفتحات اللي احنا عملناها اهي تمام، فهنبدا ندخل منها الحبل بتاعنا كده، اميلها لك كده بحيث انك تشوفيها تمام. والناحيه التانية بدخل فيها الحبل الناحيه التانية كده تمام، واقيسهم على بعض بحيث ان هم يبقوا في سوا واحد. بصي كده في سوا بعض اهو، كده في سوا بعض. ابدا بقى ادخلهم في الفتحات واطلع من الفتحه كده، وهنا زي هنا. طب احنا عاملين المقاس هنا زي المقاس هنا يا ريت تبلغوني برأيكم في الشنطة، يا رب تكون عجبتكم. هنبدأ نعمل الناحية التانية نبدأ برضو ندخلها، تتعاملوا زي بعض كده بالظبط بالإبرة كده، تدخليها بالإبرة وتطلعيها تمام. كده أنا بدخلها وأطلعها تمام. هنفضل كده ندخلها في الفتحات بتاعتنا لحد ما نوصل للآخر، وأوريكم الشكل بتاعها إن شاء الله، النهاية بتاعته ماشي. بس ايه، انا بعمل دي معاكم كده. طبعا هوريك الشكل بتاعها النهائي خلاص وارجع لك. رجعنا تاني حبايبي، انا ركبت الشنطه. هي طبعا لما بتتقفل بتشديها كده اهو، كده اهو بتتقفل كده اهو. طبعا لسه ليها هنا هنعمل لها لسه حاجات لسه مش نوريها لكم، اوريها لكم دلوقتي تمام. اهي كده لما تحبي تفتحيها طبعا بتفتحيها كده اهو. بصي من جوه شكلها ايه، واسعه وكبيره اهي تمام. انا طبعا اشتغلت اللي هي الحلقه اللي انا هركبها فيها، اشتغلتها طبعا بالحشو عشان هركبها هنا من جوه تمام. هركبها كده وتبقى ظاهره كده اهو كده اهو. هثبتها وارجع لكم. هي طبعا هتثبت عادي بالخيط ده بالإبرة التقفيل تمام. انا طبعا بخش كده، هوريكي طبعا الاول قبل ما اقفل. بخش كده تمام من الحلقه كده تمام، وابدا اشغل بيها لحد ما اثبتها كلها ماشي. خلصها وارجع لكم، اعمل الناحيتين وارجع لكم. ورجعنا تاني حبايبي، انا ركبت الايدين الناحيتين اهي تمام. هتبقى كده مقفوله. انا دلوقتي بعمل ايه، انا عملت سلسله تمام عشان امسك هنا،
امسك هنا عبارة عن حلقة كده حواليها. فانا عملت سلسلة حوالي 12 حوالي 20 حلقة سلسلة. وبعد كده بعمل غرزة حشو. تمام، بعمل غرزة حشو بوصل للطول المناسب اللي انا حاسة ان انا الاقيه. هو المفروض بتتقفل كده. تمام، بيتقفل بالمنظر ده كده ونبدأ نخيطها. فطبعا لما اخلصها هوريك ازاي تتركب. ماشي، نكملها ونرتفع حوالي مش بعدد محدد من السطور يعني. ورجعنا تاني يا حبايبي، انا اهو خلصتها. ارتفعت ب3 سطور على فكرة، مش كتير. فدي هنعملها هنا اهو كده اهو، ارفع كده. تمام، وهخيطها في النص بينهم. يعني انا هخلي دي كده. ماشي، بحيث ان دي تتحرك ودي تتحرك، واخيطها من تحت كده. تمام، هخيطها كده من تحت وانزل تاني. انا بحاول اخش في الحلقة عشان ما تعصلكش تاني معايا. كده هي المفروض هتبقى كده اهو، كده اهو متحركة كده. تمام، هكمل خياطتها وارجع لكم. حبايبي رجعت لكم تاني. انا كده خلصت الشنطة خالص. دي طبعا الايد اللي هي الحلزوني، دي ايد الحلزوني. ودي طبعا الرباطة، ودي كده نقفلها كده. تمام، ودي الايد الكبيرة. احنا لما بنفتحها طبعا كده اهو، كده اهو. ولما بنقفلها كده. يا رب تكون وصلت لكم المعلومة، ويا رب تكون عجبتكم الشنطة. يسعدني طبعا رأيكم، تقولوا لي ايه رأيكم فيها. انا طبعا عملتها بجميع الطرق. يا رب تكون اسعدتكم. ولو في اي حاجة بلغوني واكتبوا لي في كومنتات وانا تحت امركم. يا ريت تعملي جرس وتفعيلي الجرس وتعليقات ولايك. طبعا انا تحت امركم في اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.